مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 20 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. خريجو كلية الزراعة يؤكدون العمل لتطوير المجال الزراعي. الإريتريون في السودان يبحثون برامج التنمية في البلاد. مقتل 117 على الأقل في جنوب إفريقيا والحكومة تنشر 25 ألف جندي. منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة أشد خطورة. بايدن وميركل يعملان على إصلاح العلاقات الثنائية بينهما. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة إن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 16 من يوليو في مراكز العزل في أقاليم الأوسط وعنسبه الجنوبي أظهرت إصابة 20 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 9 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و8 في الإقليم الجنوبي، 3 منها في صنعفة، وإصابة واحدة في عدخالة، وواحدة في ماعيني ومثلها في صرونة، وواحدة في دك أمحرة، وإصابة واحدة في عدقيح، بالإضافة إلى 3 إصابات في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 23 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، 14 منهم في إقليم شمال البحر الأحمر، و5 في الإقليم الأوسط، و4 في إقليم عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6402، شفي منهم 6043، وتوفي 30 مريضا، فيما لا يزال 329 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من يوليو 2021. أكد الخريجون من كلية الزراعة في حمل ماله على المساهمة في تطوير قطاع الزراعة ورفع الإنتاج كما ونوعا لتحسين معيشة المزارعين. وأوضح الخريجون على العمل في أماكن توظيفهم لتغيير الزراعة التقليدية إلى حديثة، وإنجاح جهود تطوير وتوسيع الزراعة الصناعية وإدخال البذور المحسنة والجيدة، وتقديم النصح والإرشاد والدفع بوسائل رفع الإنتاج. وقال الأستاذ جرماي عندو من الآباء أن التخرج مرحلة هامة في الحياة، غير أن المرحلة الأهم هي المساهمة بعد التخرج وخدمة المجتمع، مؤكدا على ثقته في مساهمة الخريجين. وخرجت كلية حمل ماله في 15 من يوليو 327 طالبا في مختلف المجالات الزراعية بدرجتي البكالوريوس والدبلوم. يشهد الإقليم الجنوبي أعمالا فعالة في حماية التربة وحفظ المياه والتشجير عبر الحملة الطلابية التنموية الصيفية بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية القادمين من 24 مدرسة ثانوية في الإقليم. وقال الأستاذ سفهيوت قدي منسق الحملة الطلابية التنموية الصيفية في مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي إن الحملة التي بدأت من 7 من يوليو في 12 مديرية بالإقليم يشارك فيها نحو 4000 طالب لغرس أكثر من 200 ألف شتلة. وذكر بأن المهام تجري بإشراف الخبراء الزراعيين، معبرا عن ثقته في تحقيق الحملة للهدف المنشود، استفادة من الإعداد المسبق لمعدات العمل والشتول ودراسة المناطق التي يتم تشجيرها واستصلاحها. من جانبه ذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم السيد جبر ميكائيل برهي بأن المشاتل ال9 في الإقليم أعدت 1.3 مليون شتلة، وقد وضع برنامج لغرسها على مستوى الإقليم، ومع هطول الأمطار في غالبية مناطق الإقليم قد بدأ برنامج الشتول. وأشار السيد جبر ميكائيل إلى إعداد 26 نوعا من الأشجار، منها 69% من أشجار البان، و18% من الأشجار المستوطنة، و20.2% أشجار غير مستوطنة، وسيتم غرسها عن طريق مشاركة طلابية وأعضاء قوات الدفاع والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. في الختام قدمت دعوة لكافة أفراد المجتمع للقيام بدوره للحفاظ على الأشجار التي تغرس سنويا لتحقق نتائج جيدة. وتوضح مستندات مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي تنفيذ الحملة الطلابية الصيفية في الإقليم هذا العام للمرة 24.
دعا سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى لدى لقائه مسؤولي الجالية الإريترية والتنظيمات الوطنية في الخرطوم في 14 من يوليو لتعزيز الوحدة والتنظيم للقيام بدور فعال في برامج التنمية الوطنية. وأشاد السفير عيسى بدور الإريتريين في السودان أثناء الكفاح المسلح والدفاع عن السيادة وبرامج إعادة الإعمار، وقال رغم المسيرة الطويلة التي خضناها إلا أن المتبقي كثير ويجب العمل بقوة بالحفاظ على المميزات وإزالة القصور. أوضح العمل المنفذ في السنوات الماضية لبناء وطن مزدهر مهاب بتنسيق قوي بين الشعب في الداخل والخارج وحكومة قوية إلى جانب التصدي للمؤامرات المعلنة والخافتة، وقد ظهرت نتائجها على الأرض ويجب تدعيم روح التصدي القوي بالوعي والتنظيم. وقدم السفير عيسى توضيحا مسهبا على أسئلة واستفسارات الحضور، ودعا الجهات الإدارية للعمل لتقوية أنشطة الجالية وتعزيز مشاركة الشباب في كافة المستويات. في غضون ذلك قدمت الجالية الإريترية في كسلة 200 ألف جنيه، والجالية الإريترية في القضارف 150 ألف جنيه، والجالية الإريترية في بورسودان 1,000,000 جنيه، والجالية في الخرطوم 200 ألف جنيه، وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الخرطوم 141,500 جنيه، أي ما مجموعه 1,691,500 جنيه لتنمية صندوق أمانة الشهداء. أشاد مكتب التعليم في مديرية عدقيح في التقييم الذي أجراه بالمشاركة الجيدة للمرأة في التعليم، وقيم الاجتماع الذي شارك فيه 23 مدير مدرسة المميزات وأوجه القصور، موضحا النتائج المرضية التي تحققت من جهود رفع مشاركة المرأة في التعليم. وذكر مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ بينة تسفاي أن مشاركة الطالبات في جميع المدارس تتعدى 50% فضلا عن منافستهن، ويجب على أولياء الأمور والمعلمين بذل مزيد من الجهود لرفع مشاركة المرأة في المنحدرات الشرقية. وشدد مدير مديرية عدقيح السيد هبتاي هبتزقي على ضرورة التعاون والتنسيق بين المعلمين وإدارات الضواحي والسكان للدفع بالعملية التعليمية وحل النواقص. تبرع أعضاء إدارة الإقليم الأوسط بالدم في 15 من يوليو، وأفاد بنك الدم أن أعضاء المكتب المركزي لإدارة الإقليم الأوسط تبرعوا جماعيا ب35 كيس دم، ودعا المتبرعين الطبيعيين للدم المشاركة الواعية للشعب للتبرع بالدم إنقاذا للأرواح. وقال مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم السيد محاري أبراهام أن الوعي المجتمعي للتبرع بالدم يساعد كثيرا في عملهم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. حشدت جنوب إفريقيا جنودها الاحتياط، وتستعد الحكومة لنشر آلاف الجنود في محاولة لوقف العنف الذي يهز البلاد منذ نحو أسبوع. وساد هدوء نسبي في جوهانسبيرغ التي شهدت أعمال نهب وتخريب نهاية الأسبوع الماضي بعدما اندلعت في بلاد الزولو شرقي البلاد عقب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما. وبدا العديد من المواطنين المعتادين الإمساك بزمام الأمور في بلد تعاني مؤسساته الوطنية من عجز مزمن للقيام بعمليات التنظيف والتصليح. في غضون ذلك كان الجيش يستعد لزيادة عناصره على الأرض من أجل تحقيق استقرار لهذا الهدوء النسبي في جوهانسبيرغ وتهدئة المناطق الأكثر توترا خصوصا المدن الكبرى. حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا ربما تكون أشد خطورة. وقال خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام للمنظمة في بيان عقب اجتماعهم إن الوباء لم ينتهي بعد. وقال خبراء اللجنة إن هناك احتمال كبير لظهور انتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشد خطورة وحتى أكثر صعوبة في احتوائها من تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية. وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن 4 متحورات مثيرة للقلق لفيروس كورونا، هي ألفا وبيتا وغاما ودلتا. والمتحور دلتا الذي رصد أول مرة في الهند ينتشر بسرعة عالية جدا في أنحاء العالم
مما يتسبب في عودة ظهور الوباء بقوة، وهو أشد عدوى بكثير من غيره لأنه أكثر مقاومة للقاحات التي لا تزال توفر رغم ذلك حماية جيدة من الأشكال الأكثر خطورة لإصابات كوفيد-19 ومن خطر الوفاة. التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المكتب البيضاوي، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى واشنطن بأنها فرصة جيدة لمناقشة العلاقة الألمانية الأمريكية والتحديات الجيوسياسية الراهنة. جاء ذلك في تصريح مقتضب لميركل من المكتب البيضاوي، وهي أول زعيمة أوروبية يتم استقبالها في البيت الأبيض بعد انتخاب الرئيس جو بايدن. وخلال استقبالها أشاد بايدن بالمستشارة التي وصفها بصديقة للولايات المتحدة، وقال إن ميركل زارت هذا المكان مرارا. ومن المقرر أن تناقش ميركل مع بايدن قضايا التغيير المناخي أو التغير المناخي وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد ومستقبل أفغانستان بعد انسحاب الناتو. ويشدد البيت الأبيض على أن استقبال ميركل هو زيارة عمل إلى حد كبير، أكثر منها مراسم وداعية للمرأة التي اعتبرت أكثر زعماء أوروبا حزما خلال 16 عاما أمضتها على رأس أكبر اقتصادات القارة. اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلين من طالبان بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر سبين بولدك الحدودي الرئيسي مع باكستان حسب ما أعلنت الشرطة. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار جمال ناصر بركزاي إن القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين. وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسي بالبلدة الحدودية. وكانت حركة طالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع في إطار هجوم واسع شنه المتمردون في مطلع مايو مع بدء خروج القوات الأمريكية من هذا البلد. ويعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى طالبان، إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني، حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يرسلون إلى أفغانستان للقتال. ختاما سيداتي وسادتي، لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 20 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. خريجو كلية الزراعة يؤكدون العمل لتطوير المجال الزراعي. الإريتريون في السودان يبحثون برامج التنمية في البلاد. مقتل 117 على الأقل في جنوب إفريقيا، والحكومة تنشر 25,000 جندي. منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة أشد خطورة من كوفيد-19. وبايدن وميركل يعملان على إصلاح العلاقات الثنائية بينهما. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.